حاجة يعني هي منتشرة بقالها فترة، فأنا توكلت على الله وسألت دكتور واستخدمتها والحمد لله يعني جابت معايا نتيجة. نتيجة قوية جدا، لكن ايوه يا اميره يا حبيبه قلبي، معلش انا كنت في التمرين، انت عارفه بقى اليومين دول بنزل الجاك كتير. بعد ما الدكتور اداني اخر جرعه دي قال لي اوعي تسيبي التمرين خالص. الحمد لله انا لحد دلوقتي نزلت على الحقن اكتر من 20 كيلو. طيب بقول لك ايه يا اميره يا حبيبتي، ممكن تقولي لي اسم الحقن اللي انت اخدتيها ونزلتك ال 20 كيلو دول وانجز كده، عشان انت عارفه انا عندي حوالي 40 كيلو كده عايزه اخلص منهم بسرعه، وخلاص تعبت من لف على الدكاتره وتجربه في الدايتات. تقريبا كده بقالي 3 شهور باخدها، بس الدكتور قال لي احنا هنبتدي بقى نوقف تدريجي. ايه ما ينفعش، لازم تاخديها مع الدكتور يا حبيبتي. لا بس ده دواء وليه مضاعفات. خلاص براحتك، هبعتلك اسمها بس الاسم وما تقلقيش. بس خلي بالك يا حبيبتي ما تزوديش في الجرعه، انا ما اعرفش انت المفروض تاخدي كام، بس انا كنت باخد 20 مللي. هيحصل ايه يعني لما اخد 20 ولا 30 ملي زيادة؟ هو انا يعني لسه هستنى 3 شهور وبعدين ما كل الناس خدت الحقنة، اشمعنى انا يعني؟ لا انا مش هجازف برضو بصحتي، انا هاخد 50 ملي بس. الحقيني يا اميره الحقيني، انا تعبانه جدا تعبانه. قبل ما تفكر تكون مكان اميره فكر كويس جدا جدا ان صحتك دي امانه عندك. فكر كويس جدا ان حقن التخسيس هي في الاول وفي الاخر عقار بيدخل جسمك، يلعب في ميكانيزم جسمنا بشكل مباشر، بيتعامل مع سكر الدم، بيتعامل مع ضغط الدم، بيتعامل مع كل فيتامينات ومعادن الجسم، وكمان بيأثر بشكل مباشر على كل حاجة في جسمنا. ما ينفعش ابدا الدواء انت اللي توصفه لنفسك، وإلا كان زمان كل الأطباء قعدت في البيت وكل الصيادلة قفلوا صيدلياتهم وسابوا الأدوية كلها تكون بتتباع بالتليفون أونلاين. خلي بالك انت محتاج تفكر كويس جدا قبل ما تاخد حقن التخسيس. احنا مع حقن التخسيس ولا احنا ضد الاستخدام الخاطئ لحقن التخسيس او اي دواء ايا كان اسمه ايه. احنا ضد بيع الوهم، احنا ضد ان كل الناس توصف لبعض الادوية اللي جابت معاهم نتيجة. مفيش حد فينا زي التاني، مفيش حد فينا ينفع يكون مكان التاني. الادوية اللي بيحددها الاطباء والصيادلة، وقلنا ده قبل كده وهنرجع نقوله تاني. مفيش بلوجر ينفع يوصف لك الدواء، ما ينفعش انت من نفسك تقرر الجرعة اللي انت هتاخدها من اي دواء. مرض محتاج طبيب يوصف لك حالتك ويحدد لك المناسب ليها، مش انت اللي هتحدد لنفسك كل حاجة. لو انت قررت انت تتعالج من مرض السمنة، اختار الدكتور المناسب ليك وهو اللي هيحدد لك الدواء اذا كنت محتاج اقراص او حقن. اما بالنسبة للحقن المونجارو اللي هي دلوقتي سحر بالنسبة لناس كتير، انا بقولك ان هي سحر وحل بالنسبه لناس كتير، وللاسف هي هلاك لناس كتيره جدا. الوحيد المسؤول عن تناول الجرعات دي هو الدكتور اللي بيتابع حالتك. لو سمحت بعد اذنك ما تشتريش الحقن من نفسك، لو سمحت لما تروح مركز اتاكد كويس جدا انك بتاخد الحقن المظبوطه، مش اي حقنه وخلاص يتقالك عليها انها حقن التخسيس تاخدها. اتاكد كويس جدا من مصدر الحقن دي. ودلوقتي اصبح حقن المونجارو موجوده في مصر بمنتهى السهوله عن طريق شركه ايفا، وانا بشكر فعلا شركه ايفا انها وفرت الحقن دي، لان احنا فعلا الفتره الاخيره كنا بنعاني من صعوبه دخولها لمصر، صعوبه توفيرها في المراكز الطبيه، وللاسف في اشخاص كتير جدا بداوا ان هم يبيعوا انواع كتير جدا على انها مونجارو. المونجارو هو الدواء المصرح بيه من ال FDA وال WHO، وهو عقار لازم يتاخد تحت اشراف طبي، مش بنوصفه لبعض، ولا ينفع ابدا كلنا نحدد لبعض الجرعات، ولا ناخد اسم الدواء اللي جاب نتيجة مع حد غيرنا وناخده احنا كمان، وربنا يحفظنا جميعا. اما بالنسبة لحقنة المونجارو، هل هي فعلا الحل السحري لكل مشاكل السمنة، ولا هي هلاك ودمار للي بياخدها؟ بالنسبة لنا حقنة المونجارو هي حل سحري لحالات كتير جدا عندها صعوبة في نزول الوزن، اتبعت أنظمة غذائية كتير جدا وما نجحتش، عندها مشاكل صحية بتمنعها من انها تفضل في نفس الوزن ده، لازم ننزل وزنها بأي طريقة، وبالتالي الحل هو حقن المونجارو لو حالتها الصحية تسمح. هل في حالات ممنوعة من انها تاخد حقن المونجارو؟ طبعا في حالات كتيرة ممنوعة انها تاخد حقن المونجارو. لو انت عندك هيستوري لأي سرطانات في الغدة او عندك مشاكل من الكبد او الكلى، ما ينفعش تاخد حقن المونجارو او اي حاجة تانية. هل حقن المونجارو هي الحل السحري؟ هي حل سحري لناس كتيرة، وللأسف هلاك ودمار لناس كتيرة لو خدوها بصورة عشوائية من غير اشراف طبي، وحددوا لنفسهم الجرعات وفضلوا ياخدوها من غير توقف، وكمان لو اخدوها من مصادر غير موثوق فيها، لان الحقنة دي بالذات لازم تتحفظ بطريقة معينة، وهي بتيجي من بره مصر لازم نكون عارفين وصلت لمصر ازاي. وعشان كده احنا بنشكر شركة ايفا انها مؤخرا قدرت توفر لنا فعلا حقن المونجارو، وده بالنسبة لنا حل مهم جدا، لان احنا حتى في العيادات كنا بنلاقي صعوبة في توفير المونجارو الاصلي، مش اي حاجة تقدم لك تصدق ان هي حقن المونجارو.
وماذا بعد المونجارو؟ بعد المونجارو خلي بالك هو مش نهاية الطريق، ده بداية الخطة اللي انت هتمشي بيها مع نفسك. خلي بالك احنا هناخد المونجارو وهناخد معاه كمان نظام غذائي. من غير نظام غذائي مظبوط يحافظ على الكتلة العضلية ويحافظ على كويس جدا ضغطك وسكر الدم بتاعك، انت كده بتضر نفسك. الحالات اللي حصل لها توقف في الامعاء او المعدة حصل لها بسبب ايه؟ حصل لها بسبب سوء الاستخدام، او انها اصلا ما كانش ريكومندد ليها انها تاخد المونجارو وخدته. وعشان كده دايما بنقولك ان المونجارو او اي حقنة من حقن التخسيس مكانها هو العيادة مش البيت. ما ينفعش تاخد الجرعة لوحدك، لازم تكون تحت اشراف طبي، ودلوقتي لازم تكون متأكد انت بتشتريها منين. خلي بالك.